لما تختاري نفسك ببلش الهجوم ومصلحتن بتنتهي. وقت كنت تقولي نعم كانوا يشوفوكي 10 من 10. أول ما قلتي لأ وبدأتي توقفي عن المجاملة نزل تقييمك المزيف بنظرهم. لما بطلتي تجامليهم صرتي رقم 8. لما ما عاد استشرتيهم بكل خطوة في حياتك عم تاخديها أصبحتي رقم 7. لما اخترتي طريق غير يلي هن رسموه لإلك أصبحتي رقم 6. ولما فهموا إنه نجاحك الحقيقي مو مثل الصورة يلي بدهم إياها ورسموها لإلك صرتي رقم 5. وقت قلتي الحقيقة بلا خوف أصبحتي رقم 4. ولما نصحتي بالحق وما كذبتي أصبحتي رقم 3. ووقت ركزتي على نفسك وطريقك أصبحتي رقم 2. ولما اخترتي راحتك وابتعدتي عن المجاملات صرتي رقم 1 بنظرهم. وهون لازم تفهمي إن تقييمهم لإلك ما كان بيوم من الأيام هو حقيقتك، كان على قد ما استفادوا منك. فلا تحزني على الرقم 1 أحيانا، يعني إنك صرتي نفسك مو النسخة يلي بدهم إياها. ليش نزل تقييمك لما قلتي لأ من 10 ل1؟ لأنه صرتي نفسك، أصبحتي طبيعتك الحقيقية. فلما تختاري نفسك بيبدأ الهجوم، مو قيمتك يلي نزلت، لأ نفوذهم يلي انتهى. مو كل يلي بيقيموكي بيحبوكي، وأغلب يلي عطوكي 10 من 10 كانوا مرتاحين لأنك متاحة لإلهم دائما، مو لأنك ناقصة أو كاملة. لأ، اختيارك لنفسك مو أنانية، هو شجاعة متأخرة بس بنية صادقة وطبيعية.